طبعا هاي سمكة سي باس، تعتبر من أطيب الأسماك، أنا كلش أحب طعمها. راح أشويها بالفرن، ملحتها راح أدخلها الفرن. بالنسبة للخلطة اللي راح ندهن بيها السمكة، هي خلطتنا المعتادة العراقية، يعني أحبها طبعا، اللي هي دبس رمان وكاتشب وفلفل أسود ليمون وشوية زيت، بس أكتب لكم إياها. أغلب العراقيين يسوون هاي الخلطة، وخليت لها تمر هند. هذا شوفوا، هذا التمر الهند وين ما تلقوه اخذوه، خذوا له صورة، يجنن، حلو حامض، بالدولمة بالسمك بهواية شغلات، كلش طيب يموت. زين، خليت لها من عندها. بس السمكة طلعناها قبل ما تستوي بشوية، وراح نخلي لها الصلصة ندهنها بيها، بس راح اخلي لها نص الكمية وادخلها في 5 دقائق وارجع اطلعها واخلي لها باقي الكمية. راح اخلي لها بالسمكة صوص، وخلينا هذا نخليه بعد شوية، راح ارجع ادخلها الفرن. زين، تقدرون تخلون طبعا طماطم بصل صغير على حسب الواحد احمس واحد الطماطم والبصل وهاي الامور. سوي 5 دقائق راح ارجع احط الصوص. هسه راح ارجعها الفرن. ويلي